الطريقه كالاتي: خبزه حموضه والكريسبي المسخن الفلسطيني، طبق روعه. بالبدايه نخلي بصل، فصين ثوم، ورق غار، ونخلي وياه الهيل والقرفه اللي هو الدارسين. طبعا الدجاجه قطعناها، بلشنا وياها على الظهر. ننزل هسه عصره ليمون، ننزل شويه دبس رمان، بابريكا، فلفل اسود، والسبع بهار. نقلب لان احنا ورانا طبعا شوي، بس مجرد يختلف اللون. بس شوف هسه اللون شلون اختلف. كل هذا حتى تروح النكهه، نكهه الزفاره تروح اللي بالدجاج. هسه نخلي مي 40 دقيقه ونرجع لها. بعد ما يعني فتره نصف ساعه ندير الملح. طبعا ما راح ياثر هو لان انا وراي بعد شوي، بس احتاج الدجاج ياخذ النكهه، نكهه الملح. هسه العنصر الاساسي هو زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون اكو نوعين: نوع ما يتحمل درجه حراره عاليه، هذا لا يتحمل درجه حراره عاليه. ندير كميه بصل كلش كبيره زينه، اعتمادا على البصل. راح تسالوا ليش الزيت الزيتون كميته كبيره جدا؟ اي هو الطبق هذا يعتمد على زيت الزيتون بطبيعه حاله بكميه كبيره. هنا نحتاج عصره ليمون، دبس الرمان، رشه ملح. حاولوا يعني البصل تخلوه شويه قطع يعني شويه كبيره، لانه اذا جوليان ناعم راح تقريبا ينتهي يموع يعني. هسه نخلي العنصر المهم بهذا الطبق هو السماق، فلفل اسود والبابريكا. هيك انتهى البصل دوره. هسه نجهز خبز تفتوني يعني شويه يكون ثخين، نغمسها في زيت الزيتون، ننزلها بالصينيه. هسه ننزل البصل. هسه شويه ناخذ من مرق الدجاج. هسه ننزل الدجاج على هذا الوجه ناخذه، وعلى الفرن قبل.